في جملة بتقول we spend money we don't have to buy things we don't want to impress people we don't like. أو بمعنى تاني إننا بنشتري حاجات مش عايزينها بفلوس مش معانا علشان نبهر ناس إحنا أصلا مش حابينهم. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد البكل، وكوبايه الشاي بقى او القهوه بتاعتك، وتعالى كده ندردش في الموضوع اللي طالع جديد ده وعمال بيكبر بصوره غير طبيعيه. تعالى كده نشوف ايه مميزاته وايه عيوبه والشركات دي اصلا بتكسب منين. يلا بينا. تخيل كده معايا ان انت عايز تغير تليفونك وتشتري تليفون جديد. نزلت ودورت وشفت التليفونات اللي موجوده، ولقيت التليفون اللي عاجبك فعلا ممكن يكون يعمل له مثلا 15 او 20 الف جنيه. طبعا لقيت الموضوع كبير عليك دلوقتي او مش عامل حسابك عليه، فقلت خلاص انا هقضي الغرض بالتليفون اللي معايا، هو اصلا كده كده شغال، انا كنت عايز اغير التليفون علشان ادلع نفسي مش اكتر. بس تخيل برضو في نفس الموقف ده جه حد وقال لك انك ممكن تشتري نفس التليفون اللي انت عايزه ده بس تدفع 1000 جنيه بس في الشهر لمدة سنتين مثلا. ساعتها الموضوع هيبدأ يلعب في دماغك أكتر شوية، لأن هيجي في دماغك إن ال1000 جنيه دي ده مبلغ أنت ممكن تقدر توفره كل شهر، أكيد أحسن بكتير من أنت تدفع 15 أو 20 ألف جنيه مرة واحدة. هو ده بقى نظام الباي ناو باي ليتر، او اشتري دلوقتي وادفع بعدين، او بالبلدي كده هو ده نظام التقسيط اللي احنا عارفينه مع شويه اختلافات كده بسيطه وشروط معينه. التقسيط عموما موجود من زمان جدا وتقريبا كلنا عارفينه، كل البنوك عامله انظمه للتقسيط وللقروض، بس القطاع اللي هنتكلم عليه اللي هو باي ناو باي ليتر ده ممكن يكون مختلف شويه عن نظام التقسيط التقليدي اللي في دماغنا، لان هو ببساطه بيخش طرف ثالث في النص بينك انت كمشتري وبين البايع، والطرف الثالث ده بقى هي شركات البي ان بي ال او الباي ناو باي ليتر. وبدأ السوق ده يتوسع في مصر بصورة كبيرة جدا، ومن اشهر الشركات اللي موجودة البي ان بي ال في مصر شركات زي فوري، فاليو، شهري، وطبعا في شركات تانية كتيرة داخله السوق ده جديد. اي شركة او قطاع جديد بيتولد لما يبقى فيه مشكلة في السوق. طب معلش، هو كانت فين اصلا المشكلة اللي كانت موجودة اللي خلت شركات زي البي ان بي ال دي تبقى موجودة في السوق؟ تعالى كده معايا نبدأ القصة من الاول. الموضوع كله بدأ ايام ما احنا كنا قاعدين في البيت وقت الكورونا. بدأ ساعتها يظهر ترند جديد، او هو مش جديد قوي بس انتشر بصورة غير طبيعية في فترة الكورونا، هي فكرة الشراء اونلاين او الاونلاين شوبينج. وعلى حسب الاحصائيات ان الناس كانت بتشتري اونلاين تقريبا بمليار و55 مليون دولار في سنة 2015، وزاد الموضوع بأكتر من 5 أضعاف لدرجة إن في سنة 2022 الناس اشترت ب5.5 مليار دولار أونلاين. مش بس كده، ده كمان نسبة الناس اللي بتشتري أونلاين زادوا بنسبة أكتر من 40% في آخر 5 سنين بس. وطبعا علشان الشراء أونلاين أبسط وأسهل ومش محتاج مجهود كبير مننا علشان إن احنا نشتري الحاجة اللي احنا عايزينها، فالناس بدأت تشتري أكتر لدرجة ان ما بقاش معاها فلوس ان هي تكمل شراء او ان هي تجيب الحاجات اللي هي عايزاها. وهنا بقى ظهرت شركات البي ان بي ال، اللي هو من الاخر بيقولك انا اقدر اديك قرض صغير او متناهي الصغر زي ما هم بيسموه، وقصاد ده انت تقدر تشتري كل اللي انت عايزه وتدفع لي بالتقسيط من غير فوائد كمان. طبعا انت اول ما تسمع حاجه زي كده مصلحه، انا هجيب اللي انا عايزه ومش هدفع المبلغ مره واحده وهقسطه وكمان من غير فوائد. وممكن كمان اول حاجه تيجي في دماغك، طب هي اصلا الشركات دي بتكسب منين؟ انا هقول لك، الشركات دي بتكسب من حتتين. اول حاجه ان هم بياخدوا عموله من البايع نفسه، يعني في ارقام بتقول ان هم بياخدوا من 4 ل 6% وساعات كمان بتوصل ل 10% على حسب الاتفاق بين الشركات دي وبين المتاجر اللي بتبيع. وتاني حاجه بيكسبوا منها هو ان انت لو اتاخرت في دفع اي قسط من الاقساط دي بيبتدوا يحطوا عليك غرامات وفوائد على التاخير اللي انت اتاخرته ده. ومهم جدا تبقى عارف ان في حوالي تلت من اللي بيستخدموا نظام البي ان بي ال ده اتاخروا فعلا في سداد الاقساط اللي عليهم ونزل عليهم غرامات وفوائد. وفي حاجه تانية برضو كده بتبقى على جنب بيكسبوا منها الشركات دي، وهي معلوماتك، الحاجات اللي انت بتشتريها. المعلومات دي كلها يقدروا بعد كده يبيعوها لشركات ماركتنج ودعايه وتسويق علشان يبتدوا يعملوا حملات اعلانيه موجهه، يشوفوا انت بتحب ايه ويبتدوا يعملوا لك اعلانات على الحاجات اللي انت بتحبها دي. المهم ان القطاع ده بيكبر بصوره غير طبيعيه في العالم كله وكمان في مصر، لدرجه ان القطاع ده متوقع انه ينمو في مصر في 2023 بحوالي 52% عن 2022. وكمان غير مصر الشركات الكبيره زي ابل وامازون بدات فعلا ان هي تطبق نظام البي ان بي ال ده عشان تبيع منتجاتها اكتر. طب علشان نكون فاهمين تاثير النظام ده علينا احنا كمستهلكين، تعالى كده نشوف النظام ده ممكن يفيدنا في ايه وممكن يضرنا بايه. طبعا اول واهم ميزه بالنسبه لنا ان هو في معظم الوقت بيكون من غير فوائد خالص، ودي في حد ذاتها ميزه كويسه جدا، لان قصاد ده اي تقسيط تاني بالكريدت كارد او باي حاجه ليها علاقه بالبنوك غالبا بيكون فيها فوائد. تاني حاجه هي سهولته، انت بكل بساطه تقدر تقدم على الابلكيشن بتاعت اي شركه من الشركات دي وهتلاقي البوثز بتاعتهم موجوده تقريبا في كل حته، او حتى اونلاين من على الويب سايت بتاعهم تقدر تعمل الابلكيشن ويجي لك الابروفل بتاعك على الطلب بتاعك في نفس اليوم كمان. وطبعا دي ميزه كبيره جدا لان انت ما بتضطرش تعمل اي معاملات بنكيه لو عايز تعمل اي نظام تقسيط تاني تبع البنك.
البنك. وبرده ان هو مش هيدخلك في حسبه الكريدت سكور قوي. الكريدت سكور ده اللي هو بيشوف معاملاتك كلها على كل البنوك، ودايما بيبقى مربوط بالبنك المركزي. فممكن لما تيجي تقدم على قرض معين تبع بنك يترفض بسبب معاملاتك الاخيره مثلا مع الكريدت كارد او معاملاتك الاخيره مع اي قرض انت خدته قبل كده. فالنظام ده مش هيدخلك في اي حسبه ليها علاقه بالكريدت سكور. طب ما هو نظام حلو اهو وهيريحنا وهيسهل لنا الدنيا، بس دايما خليك متاكد ان مفيش حاجه ليها مميزات بس. تعالى بقى كده نتكلم على عيوب النظام ده نفسه بالنسبه لنا. النظام ده معمول على المنتجات الاستهلاكيه وبيشجع جدا على حاجه اسمها الشراء الاندفاعي، اللي هو من الاخر ان انت تشوف حاجه بتتباع قدامك وفجاه تحس ان انت محتاج الحاجه دي، مع ان في الحقيقه ممكن ما تبقاش محتاجها قوي. وممكن كمان لو دورت على نفس المنتج ده في حته تانية تلاقيه ارخص من اللي موجود قدامك. يعني من الاخر هو بيقولك ان هو من غير فوائد، بس هو مدخل الفوائد في سعر السلعه نفسها. وبرده العيب اللي موجود عنده قصاد الكريدت كاردز ان معظم الكريدت كاردز فيها حاجه اسمها كاش باك. الكاش باك ده اللي هو انت لما بتستخدم الكريدت كارد بتاعتك بيجي لك عليها بوينتس وفلوس تقدر تستخدمها بعد كده في اماكن تانية. النظام ده غالبا ما فيهوش فكره الكاش باك دي، وبرده زيه زي اي قسط عموما مصاريف التاخير فيه غالبا بتكون عاليه شويه. طب ايه الحل في الاخر؟ نستخدمه ولا ما نستخدموش؟ انت الوحيد اللي تقدر تقرر اذا كنت محتاج فعلا حاجه زي كده ولا لا، لان هو زي ما هيسهل عليك حاجات كتيره ممكن كمان يخليك تصرف في حاجات انت اصلا مش محتاج تشتريها. القرار في الاخر يرجع لك انت. بس يمكن انا فكري دايما مع اي نظام من انظمه التقسيط، سواء بقى مع شركه من شركات الباي ناو باي ليتر او مع تقسيط مع البنك او اي حاجه، ان انا بحاول احسب على قد ما اقدر عمر الحاجه اللي انا هشتريها دي. يعني مثلا مش طبيعي ان انا اروح اشتري حاجه الشهر من السوبر ماركت واقسطها على سنه، لان انا هاجي بعد كده الشهر اللي بعده هبقى محتاج نفس الحاجه. عمر السلعه اللي انا هشتريها دي هي شهر واحد بس. غير مثلا لو انا رايح اشتري عربيه، فانا متوقع ان العربيه دي تقعد معايا من 10 ل 15 سنه، فممكن ساعتها اقسطها على 3 أو 5 سنين وانا مطمن شويه. يعني من الاخر بحاول اشوف عمر الحاجه اللي انا هشتريها واحاول اقسطها في مده تكون اقل من عمرها ده. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت هتحط فلوس القسط اللي انت هتدفعها كل شهر دي وتشوف هي هتاثر عليك ازاي، اذا كانت هتاخد حاجه من الاساسيات بتاعتك ولا انت عندك مبلغ على جنب بتطلعه كل شهر فتقدر تدفع القسط بتاعك منه وانت مستريح. وبرده ركز في الجزء بتاع الشراء الاندفاعي ده. يعني لما تشوف حاجه وتحس ان انت عايزها، حاول كده اجل القرار يوم او يومين وشوف بعد اليومين دول انت فعلا محتاج الحاجه دي لسه ولا لا. بنسبه كبيره جدا هتلاقي نفسك ان انت مش محتاجها قوي زي ما انت كنت متخيل. خد وقتك كده وفكر وسيبك من شركات الماركتنج اللي بتقولك ان انت لو ما اشتريتش الحاجه دي النهارده هيفوتك حاجه كبيره جدا، ودايما بيقولك الحق اخر عرض، اخر فرصه، عرض الفتره محدوده. كل الكلام ده بيشجع عندك اكتر فكره الشراء الاندفاعي، وهتلاقي نفسك في الاخر اشتريت حاجات كتيره جدا ومعظم الحاجات دي انت مش محتاجها. ودايما كده قبل ما تشتري فكر كويس ودور على بدايل، سواء المنتج اللي انت عايزه او حتى نفس المنتج بس في شركات تانية. في الاخر انت اكتر حد شايف ايه الحاجات اللي انت محتاج تشتريها وايه الحاجات اللي ملهاش لازمه. بس المهم تبقى عارف احنا داخلين على ايه وشايف تطورات الاسواق اللي حوالينا بتبقى عامله ازاي، علشان تكون مستعد كويس وما تخليش اي حد يضحك عليك ويخليك تشتري حاجه انت ممكن ما تبقاش محتاجها قوي. بس كده، لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، ما تنساش تشغل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وهسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس كل السورسز اللي ليها علاقه بشركات البي ان بي ال، لو حابب تقرا عنها هتستفيد جدا. وقول لي كده تحت في الكومنتس، عمرك اتعاملت مع اي شركه من شركات البي ان بي ال دي او اللي هي الباي ناو باي ليتر؟ ولو فعلا اتعاملت معاهم احكي لنا كده اكتر عن تجربتك كانت عامله ازاي. وما تنساش كمان تشوف الفيديو ده اللي بتكلم فيه عن نظريه مهمه جدا لو انت عايز تطلع مبلغ كل شهر تحوشه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.